مرتزقة الجنوب وتظاهرات الشعب البائس. أقسام مرتزقة الجنوب هي الأحزاب التي تتحكم بزمامها أعداء كردستان على تدهور وزعزعة أوضاع البقعة الوحيدة المحررة من كردستان، ولم يسلم لا شعب الجنوب ولا المجتمع الكردستاني بل ولا حتى الفرد الكردي من شرور هؤلاء ومؤامراتهم الخبيثة، بل انخرطوا داخل المجتمع وأطلقوا خيوطهم كالعناكب حول كل شيء، فباتت مؤامراتهم الخبيثة وسيناريوهاتهم تلتهم الأخضر واليابس، بحيث قطعوا السبل أمام الشعب البائس للمطالبة بحقوقهم أو كسرة خبز تسد رمقهم. فمنذ أيام حدثت تظاهرات سلمية في المناطق الخاضعة لسلطات الاتحاد الوطني من قبل بعض موظفي إقليم جنوب كردستان والشعبي بسبب تأخر توزيع رواتبهم وكحق دستوري ومشروع للمطالبة بحقوقهم، غير أنه وكالعادة قامت بعض الأيادي الخبيثة بتحريف مسار هذه التظاهرات واستغلالها وهي ما زالت قيد التحضير، فقام ذيول الأعداء ومرتزقتهم بتحريف مسار هذه التظاهرات بحيث انتفت المقاصد الحقيقية لهذه التظاهرات على أرض الواقع وأخذت تنحو منحى آخر، وباتت أهدافها منحصرة في الخراب والدمار وحرق مقار الأحزاب والمؤسسات الحكومية واستخدام العنف ضد العجائز وترشيقهم بالحجارة. فيا ترى ما الذي يحدث في جنوب البلاد؟ وما الذي يطالب به المرتزقة المأجورين؟ ما المقصود تغطيته من وراء هذه التظاهرات؟ من المستفيد من هذا الوضع المتدهور المتأزم ومن المتضرر؟ خلال هذا التقرير سنجيب على هذه المسائل، كما سنكشف خفايا بعض هذه الأحداث، بالإضافة لنشر معلومات غاية في السرية عن هؤلاء المرتزقة المأجورين سواء كانوا أشخاصا أو أطرافا. وفي الوقت نفسه سنكشف عما حاك في الخفاء والغرف المظلمة من مؤامرات خبيثة تنفيذا لوعودهم أسيادهم بزعزعة استقرار الجنوب وحرمانه من التنعم بالراحة والأمان. فبداية ومما لا شك فيه أن التظاهرات التي حدثت في الآونة الأخيرة كانت للمطالبة بصرف الرواتب وتحسين معيشة المواطنين كما هو معلوم للجميع، غير أن بعض الأطراف المعروفة بارتزاقها وعدم كردستانيتها حاولت استغلال الوضع المتدهور والتلاعب بمشاعر الشعب والرقص على جراحه وبالأخص طبقة الموظفين وخلق فرص لهم لبلوغ مرامهم وتحقيق مصالحهم، وكالآتي: طابور لاهور شيخ جانجي من ضمن صفوف الاتحاد، طابور جميل بايك من ضمن صفوف البككة، قسم من أعضاء وكوادر حركة التغيير وبالأخص الواقعين تحت تأثير لاهور شيخ جانجي، الجماعة الإسلامية في كردستان، حراك الجيل الجديد وشاسور عبد الواحد، بعض البرلمانيين الكرد المرتزقة والجحوش في بغداد. فقد تدخلت هذه الأطراف على وجه السرعة في التظاهرات التي ما زالت في مراحلها التحضيرية، ووجهوها لتحقيق أهدافهم وتغيير مسارها وتحريفها عن نهجها. والحق أن هذه الأطراف تنسقت بشكل جيد ومدبر من قبل، فقبل انطلاق هذه التظاهرات عقدت هذه الأطراف اجتماعات ثنائية وثلاثية على مستوى الكوادر المتقدمين، وتم توزيع المهام وفق خارطة طريق ومخطط مسبق. وكان هدف التظاهرات وبالأخص في مناطق بيرا مجرون وسي الصادق والمناطق الحدودية لمدينة سليمانية حرق مقار الديمقراطي الكردستاني، وأما سيناريو حرق مقار الاتحاد الوطني فكان مجرد جزء من مخطط شرير للتغطية على لاهور شيخ جانجي وجماعته وإبعادهم من خانة الاتهام لا غير. وقد حصلت مصادر موقع دار مازي في جنوب كردستان على معلومات غاية في السرية والخصوصية بشأن تظاهرات بيرا مجرون وسيد صادق، وحسب هذه المعلومات فقد عقد اجتماع يوم 2 من الشهر الجاري ضم كوادر يمثلون لاهور شيخ جانجي مع ممثلين من تنظيمات الباككة وحراك الجيل الجديد وقسم من كوادر حركة التغيير والجماعة الإسلامية في سليمانية في منزل أحد رفاق بولاد شيخ جانج شقيق لاهور المقربين. وخلال الاجتماع تم تحديد مقار البارتي والاتحاد والتغيير المستهدفة للحرق، وتم توظيف كوادر وأعضاء هذه الأحزاب القيام بهذه المهام. وقد قررت هذه الأطراف إخلاء مقار الاتحاد والتغيير والجماعة الإسلامية المخطط حرقها قبل الموعد المقرر ونقل وثائقهم وملفاتهم منها. كما تقرر خلال الاجتماع إلزام الباككة بإصدار تصريح بأنه تم غلق مؤسساتها الإعلامية كاروج نيوز وتافدا بريس في السليمانية، غير أن هذا كان كذبا واضحا لا غبار عليه، كون هذه المؤسسات كانت تغطي أحداث هذه التظاهرات بصورة مباشرة منذ بدايتها لحظة
لحظة بلحظة، وتنشر أنباء كاذبة ومغايرة لحقيقة الأحداث ومحرفة لها. كما تماخض الاجتماع بإصدار أوامر للبرلمانيين الكرد الجحوش والمرتزقة في بغداد بالقيام بمهامهم المتماثلة بل والمنحصرة في تشويه سمعة كردستان. وسنتحدث باختصار عن أسباب وأهداف هذه الأطراف وما تريد تحقيقه من خلق هكذا أوضاع متدهورة. أولا، تنظيمات البككة. أصدرت تنظيمات البككة وبالأخص جناح جميل بايك تعليمات لجماعة لاهور شيخ جانجي. أرادت البككة الاستفادة من هذه التظاهرات بمهاجمة البارتي وعدم تضييع هذه الفرصة. والحق أن البككة أرادت تحقيق جملة قضايا، منها تغطية إخفاقاتها العسكرية في حفطنين، تغطية قضية تسليمها لشنغال الأخيرة، استغلال الفرصة السانحة لمهاجمة البارتي وجنوب كردستان. ثانيا، جناح لاهور شيخ جانجي. من جانبه حاول جناح لاهور تحقيق هذه الأهداف من هذا الوضع: تغطية الانقسامات التي حدثت داخل بيت الاتحاد الوطني والتستر على الإخفاقات المميتة فيه، تغطية الإيرادات المالية المتحصلة من المعابر الحدودية الخاضعة لسلطات الزون الأخضر، محاولة تعثر مشروع قانون الإصلاح الذي نادت به حكومة الجنوب كون المشروع ضربة قاصمة لظهر لاهور، إرضاء الأحزاب الشيعية في بغداد وأسياده في طهران. ثالثا، الجماعة الإسلامية. شاركت الجماعة الإسلامية في كردستان في هذه المؤامرات الخبيثة أيضا، فوفق ما حصل عليه موقع دار كمازي من معلومات خاصة أن أمير الجماعة الإسلامية قد زار بغداد على رأس وفد في 6 من أكتوبر المنصرم، وعقد عدة اجتماعات مع كبار قادة الشيعة المقربين من إيران. وتركزت هذه الاجتماعات حول مسألتين: المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، الانتخابات المبكرة. وخلال تلك الزيارة استحصلت الجماعة الإسلامية عشرات ملايين الدولارات من كبار مسؤولي الشيعة كمساعدة. لهذا لم تجد الجماعة بدا من المشاركة في هذا المخطط التخريبي الشرير. رابعا، البرلمانيين الجحوش من جنوب كردستان في بغداد. وأما بصدد مشاركة البرلمانيين الكرد الجحوش من جنوب كردستان في بغداد في هذه المؤامرة الخبيثة، فتتلخص أسبابهم فيما يلي: كسب عواطف الجمهور قبل اقتراب موعد الانتخابات. تمتلك الأحزاب الشيعية ملفات ووثائق تفضحهم في قضايا الدعارة والممارسات اللا أخلاقية. الوقوع مباشرة تحت تأثير الأحزاب الشيعية وتلقي أموال طائلة مقابل ارتزاقهم وبيعهم لذواتهم. تحت أي تسمية كانت سبب هذه التظاهرات، إلا أنها أخذت منحا آخر، فحتى لو كانت للمطالبة بالحقوق وتحسين المعيشة وصرف الرواتب، إلا أنها انحرفت من مسارها السلمي نتيجة تدخل أيادي المرتزقة والجحوش المأجورين، فباتت تستهدف حكومة جنوب كردستان وشعبه. فقضية حرق مقار البارتي باتت تراثا في منطقة الزون الأخضر منذ ما يقارب 10 سنين. فيا ترى هل كان سبب حرق مقار البارتي عام 2011 في سليمانية الأزمة المالية؟ نعم، تزامن مع حرق مقار البارتي حرق مقار الاتحاد والتغيير، إلا أن الضرر الملحق بمقار البارتي كان أضعاف مقار غيره من الأحزاب، فقد تم إهانة كوادر وأعضاء البارتي هناك على عكس كوادر الاتحاد والتغيير. فمرتزقة الجنوب جحوشي يحاولون ستر الحقيقة عن أعين الناس، فهدفهم الوحيد هو إرسال رسالة للشعب بأن من قطع قوتهم ورواتبهم هو البارتي وحكومة الجنوب، وليست الحكومة العراقية والتي تعادي جنوب كردستان بكل ما أوتي من قوة وبأوامر إيرانية مباشرة وبحتة. والغريب في هذه الأحداث الخيانية الخبيثة هو موقف الاتحاد الإسلامي الكردستاني، فقد حاول هذا الحزب أن يستغل الفرصة من هذه الفوضى العارمة من غير أن يدري ما الذي يجري، فسخر إعلامه الحزب لهذه المؤامرة الخبيثة ونقل الإشاعات والدعايات لها، فجل تفكيرها كان مصبا في جبر هزيمتها النكراء وإخفاقها في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة. باختصار، من قام بحرق مقار البارتي والمؤسسات الحكومية في هذه التظاهرات لم يكن الموظفون البسطاء، من قام بضرب العجائز والمسنين ورشقهم بالحجارة لم يكن الشعب البائس، بل كان كوادر لاهور الجحش وأنصاره ومواليه. فما حاجة موظف حكومي بضرب عجوز؟ فيا ترى متى أصبح إهانة العجائز من خصال الكرد وتراثهم؟ فنقول كلا، ليس هذا من خصالهم وعاداتهم، بل هو من خصال وأخلاق الجحوش وأعداء الكرد الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار كردستان وتأزيم أوضاعها عدا محاولتهم لزرع أفكارهم الخبيثة والدنيئة في عقول الفرد الكردستاني. فكل هذا أثبت صحة ما قيل بأن أحزاب الزون الأخضر تمارس الإرهاب الفكري ضد الشعب الكردستاني فعلا، بل بات واضحا كعين الشمس رابعة النهار.